تريد أن تكون في رمضان من السابقين، إن لم تكن مستعدا من الآن من قبل رمضان لن تنطلق انطلاقا قويا في رمضان. فرق يا أحبة بين إنسان يقول إن شاء الله إذا جاء رمضان سأكون مجتهدا في الصيام، إذا دخل رمضان سأبدأ ختمة قرآن، إذا دخل رمضان سأكون إن شاء الله في الصف الأول مع الإمام في التراويح. فرق بين هذا وبين إنسان بدأ من قبل رمضان. الآن فسر لي لماذا تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. تدري لما؟ يتهيأ لرمضان عليه الصلاة والسلام. ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، لكن إكثار الصيام في شعبان هو كالتمهيد لرمضان، هو تهيئة للنفس يا كرام. الصيام ترقيق للقلوب، ترطيب للنفوس. كذلك الأمر يقول سلمة بن كهيل كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، كانوا يأتون بالمصاحف ويختمون الختمات يتهيئون لرمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة أم علياء. النهاردة معادنا مع حلقة هتبقى إن شاء الله طريق للسعادة. أحيانا بيبقى عندنا مشاكل كده جوه نفسيتنا هي السبب في اللي خلينا عايشين في تعاسة ومش راضيين ومقريفين ومش راضيين عن حياتنا، وطول اليوم كده نلف حوالين نفسنا وفي حاجة مضايقانا ومش فاهمينها ايه. ممكن يبقى سببها حاجة بسيطة أو مؤثرة على حياتك بطريقة سلبية وانت مش فاهمة ايه هي، ولا فاهمة ان هو ده ممكن يبقى سبب في اللي انت فيه. تابعي الحلقة بالكامل كعادتك كرما منك، ادعميني بلايك عشان الفيديو يترفع، واشتركي كمان في القناة لو عجبتك، وكمان حبيبة قلبي شيري الفيديو ده لغيرك ضروري ضروري. جزاكم الله خيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السوشيال ميديا تأثيرها كبير جدا وسلبي على نفسيتنا. السوشيال ميديا أبينا أمراضينا بقت جزء كبير قوي من حياتنا. مع الوقت اكتشفنا انها ممكن تبقى سلاح ذو حدين. في واحدة ذكية وناصحة بدأت تستخدم السوشيال ميديا صح، بدل ما تبقى وسيلة للتسلية بس بدأت تسمع بودكاست وتتثقف وتتعلم طبخ وتنظيفات في البيت، بس بتبص بعين يعني ذكية، مش بعين شايفة ان الحاجات اللي بتشوفها قدامها دي كلها حقائق. احيانا السوشيال ميديا ممكن تبقى مضرة لنفسيتنا وخاصة احنا الستات. المقارنات المستمرة، كل ما تفتحي فيديو من الفيديوهات لناس عايشة حياة مثالية، بيت مترتب على طول، ديكور فظيع كده، أكل بقى كل يوم أشكال وألوان، أولاد بقى كأنهم ملايكة طالعين بقى منظمين ومرتبين، وولاد كده بيتكلموا بقى كلمتين حافظينهم كالعادة في معظم فيديوهات السوشيال ميديا. بنبدأ من غير ما نحس نقارن حياتنا بحياتهم ونقول ليه أنا مش زيهم، ليه حياتي فيها عيوب، ليه حياتي فيها نقص من طريقة معينة، ليه أنا مضغوطة مع ولادي، ليه ولادي ما بيضحكوش كده. أنا نفسي أكون أم مثالية زيك يا أم علياء، يا أم علياء نفسي يكون ولادي زي ولادي، نفسي يكون حياتي زي حياتك. هو أنا حياتي اللي بتظهر قدامكم في الفيديو دي انتوا ما تعرفوش ايه اللي ورا الكواليس، ما تعرفوش الفيديو ده علشان يطلع انا قد ايه اعصابي اتشدت علشان اصور 1 2 3 علشان اصور اللقطة دي، وحد دخل عليا في المطبخ من الولاد وزعقت فيه اخرج بره انا بصور، واقفل الكاميرا وافتح تاني. كل اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا ده احيانا وبنسبة كبيرة بيكون كمال مزيف. الكمال المزيف ده ممكن تبقى صاحبة القناة مش تقصده، لكن هي عايزة تطلع لكم حياة هادية، حياة بسيطة، تتفرجوا على حاجة وانتوا هادين اخر اليوم، تتفرجوا كده على كأنه بنلخص يومك ويومنا، بس تتفرجي عليه بهدوء. مش دايما كل الفيديوهات اللي بتتفرجي عليها في السوشيال ميديا بتكون حقيقة. في ناس بتختار حاجات مثالية من حياتها وبتعرضها، وفي ناس بتختار حاجات مش حقيقية خالص وتمثل انها حقيقية. ورا الكواليس بيكون في مشاكل كتير عند كل واحدة صاحبة قناة. بس انتي ما فكرتيش مثلا الفرش اللي هي جديد جايباه ده جايباه ازاي؟ ممكن تبقى جايباه بالقسط، ممكن تبقى مستلفة عشان تجيبه، ممكن تبقى يعني مديونة قوي للمكان اللي جايبة منه علشان خاطر تعلي قناتها وتعلي الريتش وتجيب مشاهدات، وانتي مفكرة ان الناس كلها عايشة كويس. طب انا مش عارفة اجدد في بيتي ليه، مش عارفة اشتري ليه، ايه الناس اللي قاعدين يجيبوا مشتريات ويجيبوا اكل؟ ما هو ده شغلهم. قعدت انبه عليكم كتير من يوم ما فتحت يا بنات قناتي، كنت كل فيديو مشتريات تقريبا لازم اركز على النقطة دي، اقول لك يا بنات في حاجات في الفيديو ده انا جايباها عشان التصوير، في حاجات في الفيديو دي انا جايباها اصلا علشان القناة، عشان ده شغلي، عشان ده استوديو، عشان ده
أكل عيش، عشان ده مكان لازم يتخدم عليه، لازم تخدمي على القناة بمشتريات، بتجديدات، بحاجات علشان ترفع الريتش بتاعك. ولكن في ناس بتكون لسه خبرتها قليلة في الحياة، ما بتكونش واصل لها الفكرة دي للأسف. يعني ممكن تبقى صاحبة القناة اللي انت شايفاها سعيدة عندها مشاكل كتير أكتر منك بكتير في حياتها، ولكن هي مضطرة تظهر لك الحياة المثالية والحياة الكويسة علشان ما تكتئبيش من القناة، علشان تتفرجي على حاجة تروق بالك وتريحك. ما هو مش تبقى انت عايشة في مشاكل وهي تروح كمان تعرض لك مشاكل، ما اكيد مش هتتفرجي عليها. فهي لازم تجيب لك الحياة بصورة مثالية، او تعرض ما هو مثالي في حياتها وما هو كويس بس في حياتها، وتبعد. يعني انا مثلا واحدة لما بكون عندي مشاكل، او انا مش قادره اصلا نفسيا اتكلم في فيديو من الفيديوهات هيبقى صوتي كئيب، ببعد عن القناه. وانتوا عارفين الحته دي فيا، وانا بقول لكم عليها. اقول لكم انا دايما لازم اطلع بصوره ايجابيه، ما ينفعش اطلع اكتئب ولا اكئبكم معايا. ممكن ابعد على القناه اسبوع، احيانا كان ممكن ابعد 10 ايام في وفاه حماية الله يرحمه رحمه واسعه السنه اللي فاتت. فما اقدرش ان انا اطلع وانا مكتئبه واقعد اقول لكم واعمل ما انت مش ناقصه. فلازم اطلع لك بصورة ايجابية علشان انت كمان تبقي عايشة مستقرة نفسيا، وحاجة تروقك نفسيا مع قناتي وترتبطي بيها بصورة ذهنية ايجابية. يعني قعدتك على السوشيال ميديا كتير بتبعدك عن الحياة الحقيقية، هتلاقي نفسك عايشة في عالم افتراضي، هتلاقي نفسك قضيتي وقت كتير أوي وانتي بتفري كده وترولي كده وسكرول سكرول بقى في الفيديوهات وما بين الريلز والفيديوهات القصيرة والحاجات دي. هتلاقي نفسك فاتك كتير من لحظات ولادك، فاتك كتير من لحظة حلوة بتعيشها مع ولادك، مع لحظة ألم ابنك أو بنتك بينادي عليكي تسمعيه وما بتسمعوش عشان انتي قاعدة مسحولة في السوشيال ميديا. اللي أحيانا بيكون الست أو الأم مسحولة مش رفاهية، ده بتهرب من الواقع اللي هي عايشة فيه، بتهرب علشان تلاقي لحظة متعة ولو بسيطة بعيد عن الحياة اللي كلها ولاد ومشاكل ويوي. أنا مش بقولك إنك تحبسي نفسك ولأ ما تقعديش، اقعدي، ولكن ما يكونش الموضوع يوصل معاكي للإدمان، إنك خلاص بقيتي تلاقي سعادتك في السوشيال ميديا وبس، وبتهربي من المشاكل ومن البيت ومن مشاكله إنك تقعدي تسحلي نفسك في الفيديوهات دي. واجهي مشاكلك، واجهي الواقعية اللي انت فيها في الحياة الحقيقية عشان تقدري تتطوري وتحلي المشاكل اللي انت فيها. ما تهربيش بالمشكلة بالسوشيال ميديا، عشان كده مشاكلك هتزيد، وللأسف الشديد ممكن مع الوقت يبقى سعادتك مش لاقيها حتى في السوشيال ميديا. فلما حاجة تكتري منها هتتقلب فعلا لضدها. ابحثي عن حبيبة قلبي عن الشعور الحقيقي بالراحة والشعور الحقيقي بالسعادة في العالم الواقعي ما بين ولادك ومع جوزك ومع أهل بيتك. ركزي في حياتك اليومية، هتلاقي نفسيتك حرفيا بتتحسن فعليا، مش حاجة كده، مش سعادة وهمية ولا راحة وقتية وهمية، لا، سعادتك في بيتك، في اندماجك في العالم الواقعي، في علاقتك بولادك، في علاقتك بربنا، في قراءة القرآن، في قعدة كده في المساء في قراءة الأذكار. كل الحاجات دي هتلاقي فيها الدوبامين الحقيقي والسعادة الحقيقية اللي بتستمر فترة أطول من إنك تقعدي تسحلي نفسك على حياة هتسبب لك مع الوقت عدم الرضا من كتر اللي انت بتتفرجي عليه. حطي لنفسك، يعني برضو كان في رسالة جايالي يمكن من كام فيديو بتقول أنا مدمنة للتليفون، قولي لي أعمل إيه. يعني رديت عليها قلت لها يعني حاولي تحطي وقت محدد لما التليفون يفصل شحن ما تشحنهوش تاني، وقت النوم مش تاخديه معاكي الغرفة أصلا، أساسا ممنوع يدخل معاكي عشان مش تقعدي تسهري وترولي عليه كده وانت أصلا عايزة تنامي أحيانا وقاعدة كده مسحولة فيه. ركزي في حياتك الواقعية أكتر، اعملي لنفسك روتين في البيت تنشغلي بيه عن التليفون. وزي ما بقولك حددي وقت، الوقت ده تقعدي مثلا أنا ليا ساعة بالليل، ليا ساعة العصر، ليا ساعة أول ما بصحى مثلا، بعد مثلا بفطر الولاد ويروحوا دروسهم او مدرستهم او يتشغلوا مع نفسهم، بقعد كده ساعه مع نفسي قبل الظهر. يعني عملت روتين الصباحي اللي هو الغداء واللي هو الفطار قصدي، حطيت دورة الغسيل، نشرتي، روقت البيت والسرير، ده كده مثلا روتين صباحي تمام. صليت الضحى، خلصت كل اللي وراكي، اقعد لي ساعه كده مثلا افصل ما بين الروتين الصباحي عشان داخله على فتره مثلا الروتين بتاع تجهيز الغداء بقى وفتره المطبخ، فبفصل مثلا بساعه او نص ساعه زي ما تحبي. ولكن مش تفضلي من أول ما تصحي مسحولة مسحولة والشغل بيتأجل وحياتك بتتأجل، وفي النص بيدخل بقى عدم الرضا اللي أنا بدأت بيه الحلقة.
هيبدأ يخليكي مش شايفة حياتك أصلا، انت مش قادرة تبصي للحلو اللي فيها من كتر الحاجات الغير واقعية والعالم الافتراضي اللي انت عايشة فيه طول اليوم على السوشيال ميديا. فأحيانا انت لو فكرت حبيبة قلبي ان المشكلة مش في الفيديوهات قد ما المشكلة في نظرتك انت للموضوع ده. لازم يبقى عندك عقل واعي وعندك عين ذكية بتشوف وتفلتر وتعرف ان اللي بيتعرض في القنوات ده جانب واحد من الحياة، مش الحقيقة كلها ولا الحياة كلها. محدش بيوريكي التعب، محدش بيوريكي الفلوس اللي اتصرفت في القناة وممكن يبقى فيه ديون، محدش وراكي المشاكل اللي ورا الكاميرا، محدش وراكي تعب الأولاد علشان واحدة تطلعهم في لقطة أو لقطتين، ازاي ممكن ولادها يقعدوا حتى للكاميرا علشان تصورهم اللقطة دي بتطلع ازاي. وأحيانا كتير كتير جدا بيكون في تصنع، بيكون واضح جدا جدا وانت بتحسيه بقلبك وانت بتتفرجي على فيديو من الفيديوهات، لا ده تصنع فعلا، وده بيكون فعلا واحدة عندها بصيرة. وفي ناس ممكن يغيب عنها الموضوع وتقعد بقى الشيطان يلاقي بيئة كده صالحة عشان تقارني نفسك بقى بحد تاني، ويقعد عشان تخليكي تسخطي على حياتك وما ترضيش بحياتك. اقعد تفكري انا ليه ما عنديش، انا ليه حياتي مش زيهم، وتنسي انت عندك نعم كتيرة. او الشيطان يقعد يخليكي تغفلي على النعم الواقعية بنعم افتراضية مش حقيقية، ممكن انت شايفاها من جانب واحد على الأقل. بدل ما تحسي بالراحة في بيتك ومع عيلتك تبدأي تقارني دي طالعة مع جوزها بتهزر، ودي جوزها جاب لها هدية، وهو اصلا كل ده معمول فكرة فيديو. يعني ممكن تقعدي تتخانقي مع جوزك، ده شوفي الناس بتعمل ايه، شوف جوزها جاب لها ايه، ده هم اصلا عاملين ده كله فكرة فيديو مش تعرفي الحاجة دي جايبينها ازاي عشان يعملوا بها الفكرة دي وفرقعوا ويعلوا الريتش عندهم. وده واضح جدا، وفي ناس كتير قوي قوي بيعتزلوا السوشيال ميديا ويرجعوا يحكوا كواليس حياتهم، ده كانت فيك وكنا عاملين ده مش عارفة عشان ايه. فلازم الواحد يكون واعي ويكون قلبه كده فيه بصيرة وهو بيتفرج على الحاجات دي، علشان مش يقعد تضغطي نفسك وتسخطي على حياتك وتتقلبي من لو واحدة ما عندهاش قناعة. طبعا القناعة هي أساس الرضا، فلما تضيع منك القناعة هتبقي سخطة ومش راضية عن حياتك مهما كان حياتك دي أحسن 100 مرة من اللي انت بتتابعيها دي، وبسببها سخطتي على عيشتك وحسيتي ان انت مش راضية. خليكي ذكية وفلتري بعينيكي وبعقلك القنوات، اتفرجي على القنوات اللي هتديكي طاقة إيجابية، اللي هتشارك محتوى حقيقي فعلا، اللي هتشارك محتوى هيفيدك. قناة مش لما تتفرجي عليها تقعدي تحسي انك بالنقص طالما انت شخصيتك ضعيفة او نفسيتك ضعيفة ومش قادرة تقاومي نفسيتك، ومش قادرة تصدقي ان ده كمال زائف او حياة مثالية زائفة. اتفرجي على القنوات اللي تبقى اقل منك، وفي كتير قنوات ممكن تبقى اقل منك في مستوى المعيشة تابعيها. السوشيال ميديا حبيبة قلبي والله مش هي الواقع، حياتك هي الحقيقية، حياتك الحقيقية أهم بكتير من أي فيديو بتتفرجي عليه. دايما اسألي نفسك اللي بشوفه ده بيمثل حياتهم فعلا ولا مجرد لحظة مثالية. أقولك هي فعلا أصدق حد فيهم أو أصدق حد في اليوتيوب هيبقى بيختار الحاجة الكويسة عشان يعرضها لك، والحاجة الكويسة اللي مش هتقلل منه، والحاجة الكويسة اللي هتضيف لك طاقة إيجابية مش هتحسسك بالكآبة والغم. ولكن عندنا مشاكل وعندنا هموم وعندنا ديون وعندنا حاجات كتير قوي. الست الواعية الذكية هي اللي دايما تختار السعادة مش تختار الكمال. مش لازم بيتك يبقى زي الفيديوهات اللي بتشوفيها، المهم يكون في حب وفي راحة وفي سعادة مع ولادك وتفاهم. مش لازم أكلك يبقى زي أكل الفيديوهات، المهم إنك تطبخي بحب لولادك حتى ولو أكل هياكلوه بصحة وعافية. المهم الصحة، المهم أكلك مستور، المهم بيتك مستور. دي نعمة كبيرة قوي، دي نعمة كبيرة قوي إن أصلا حياتك نفسها مستورة. حبيبة قلبي في آخر الحلقة هقولك كلمتين يمكن هم أهم حاجة في الحلقة. السوشيال ميديا أداة، وهي حاجة موجودة في حياتنا كلنا، إما تستخدميها لصالحك أو تستخدميها ضد نفسك. اختاري بعقلك وقلبك مين تتابعيه ومين هيضيف لحياتك. ما تخليش بقى حاجة تأثر على نعمة الرضا اللي هي أكبر نعمة ممكن ربنا يديها لأي ست علشان تخلي بيتها مليان حب وسعادة. ركزي حبيبة قلبي على نفسك وبيتك، لأن السعادة الحقيقية موجودة في قلبك، مش موجودة في التليفون اللي في ايديكي ولا في شاشة الموبايل. حبيبة قلبي الرضا هو سر السعادة، ولا البيوت الفخمة ولا الأكل الفخم ولا أي حاجة. صدقيني الرضا بحياتك والاستمتاع بيها مهما كانت بسيطة هو سر السعادة الحقيقية. لغاية هنا يكون أتميت حلقة النهاردة. إن شاء الله بإذن الله أكون
واقعية وبتكلم بكل مصداقية وكل كلمة فيها وسطت قلبك. لغاية هنا يكون انتهى فيديو النهاردة من قناة سفيرة السعادة. ما تنسيش تدعميني بلايك وشير الفيديو ده ضروري جدا لغيرك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.